محتاج يكون في سبورت لظهره من المسؤولين. لا مفيش. لا ثواني بس، ثواني انا احكي لك بقى، ثواني اديك خبراتي. انهي مسؤولين فيهم؟ المسؤولين اللي في ظهره. لا المسؤولين في البلد اتحاد، انا بتكلم على اتحاد الكوره. انما في الرياضه لا. هديك اتحاد كوره، هديك اتحاد كوره، انا هديك مسؤوليه. بص يا كابتن جوهر، ايوه صح اللي احنا قلناه دلوقتي. في 2006 انت هتروح، انت هتمشي، انت مش هتكمل كده. في 2006 انا عايز المثال اللي طلبه الله يرحمه من الحاجات اللي اتعلمنا منهم سمير زاهر الله يرحمه. 2006 احنا قاعدين في الكاميرون وراجعين على تصفيات كاس نهائي افريقيا، وبتشكل اجهزه وناس قعدوا مع مانويل جوزيه وبيجيبوه مكان حسن شحاته. رجعنا وناس من جوه البيت. طب الكابتن حسن عمل ايه؟ انا عارف عملنا ايه؟ قفلنا على عندنا خبرات وقدرات. انا عايز بس حسام، في جزء حسام وجزء الاداره. الله يرحمه سمير زاهر، لما رجعنا كلمت انا معاه، الراجل قام عامل بالونه كبيره وحطينا جواها. مين البالونه دي؟ سمير زاهر. قفل علينا وعزل الناس كلها وبقى سبورت لمين؟ لحسن شحاته وجاد. يعني المهندس هاني ابو ريده يعمل بالونه. هاني ابو ريده يعمل بالونه شاد على العصر بس يعمل بالونه وعنده الخبرات دي. احنا اتغلبنا 7-1 في الارجنتين وكان معانا ابو ريده رئيس بعثه. وقالوا له التليفونات من مصر، قال لهم براحتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه واحنا في ظهركم. وخدنا ايه؟ وخدنا ايه؟ البطوله. ايوه لا مؤاخذه معلش. الراديو وقع. وخدنا ايه؟ التليفون. وخدنا البطوله. تمام؟ فده اللي مطلوب دلوقتي، وحسام يركز في شغله، خد مركز محترم وادى اداء كويس، ولا الكلام اللي قاله ده هيفيده. بس في نقطه يا احمد بقى، معلش. طب نخرج بقى من النقطه دي. لا اخر حاجه على عجاله يعني. ماشي. برضه حسام حسن لازم يعرف ان في لعيبه موجوده عنده مستواهم لا يؤهلهم دلوقتي ان هم يمثلوا. ما هو ده الماتيريال اللي عندك. لا ما هو ده اللي بيجرب. لا اقول لك بقى نقطه. لا اللي بيقولوا كرامي ده صح. ايه اللي بيقولوا كرامي ده صح. سيبك من التجربه يا مهيب. انا بتكلم، لا في لعيبه زي مين؟ لا ما اقدرش اقول زي مين. لا ما اقدرش زي مين. خلاص يعني بعد العمر ده كله ما تقدرش تقول. ايوه طبعا، لان انا مش هقطع في لعيبه. انا ما قلتش تقطع. ما هي كده، هي كده في الهجوم في الدفاع. لكن في لعيبه مش على المستوى دلوقتي، او على الاقل في الهجوم مستواهم زي مين؟ مستواهم نازل. عندك كده ناحيه الشمال بيلعب كده، حطه بيراهن عليه كل مره، عايزه يبقى حسام حسن وكمان، والولد ما عندوش. اسامه فيصل؟ ما اعرفش. امال بتجري وراه ليه؟ الاهلي بيجري وراه ليه؟ مين ده؟ اسامه فيصل. انا عمري ما حد جري وراه. لا الاهلي عايزه. انا ما تكلمنيش في الاهلي انا. لا 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 لا, لا ليه؟ الاهلي. ما اكلمك في ايه؟ الاهلي بقى في حته ثانيه. يعني ايه الاهلي في حته ثانيه؟ ما سيبك من اللي تحت. يعني ما كلمكش في الاهلي؟ انت زملكاوي مثلا؟ لا لا. امال اكلمك في الزمالك؟ خليني بس، خليني اقول لك على حاجه. مين اللي بيجري ورا مين؟ مش بيجري، هو عايز. انا قلت لك انا عايز مين؟ ابراهيم مايلي. دياباتي. ابراهيم مايلي. انت خليته ابراهيم تقول لي بس اسامه فيصل لما هو مش عاجبك الاهلي عايزه ليه؟ ما انت جبت منين ان انا مش عاجبني زي لان نادرا ما فيش قد ما فيش كام واحد. يا عم انا عايز اللي ينزل الملعب ياكل الملعب زي ما كان الكوتش بتاعه اللي بيمرنه عايز ياكل الملعب. طب جراديشار ولا اسامه فيصل؟ ايه؟ جراديشار ولا اسامه فيصل؟ تحرجوا ليه كده؟ استنى بس. لا لا ده ولا ده. لا ده ولا ده. لا والنبي بس جراديشار. بقول لك عايز فيستو مايلي تقول لي كلمني في ايه؟ انا بتكلم في ليفل، انت بتتكلم في النادي الاهلي. طب عايز مصطفى محمد ولا بلاش؟ ايه؟ مصطفى محمد لازم يجيب نفسه. يجيب نفسه ليه؟ مصطفى محمد رايح هداف في دوري الكوره في مصر وراح فرنسا. لازم ينزل. الكابتن الجوري جاب حسام حسن وما بيلعبش وعمل له برنامج. دي مفيده يا كابتن شريف. جده جبناه. يا حبيبي اللعيب اللي بينزل الملعب ده لازم يثبت نفسه كويس. انا مش اسماء القصه بالنسبه لي. انا جيت على مروان عثمان قلت ده حلو قوي، ده شم ايه بديل مرموش لو اتعور ولا حاجه. لما نزل مرموش ورجع خلاص بقى لازم الناس تشوف الدنيا بقت بتعمل ازاي. الراجل خد خبرات وبيدي الملعب ما اعرفش ايه. انا مرموش في الماتش بتاع كاب فيردي ده اداني امل. اداني امل ان الحته دي ممكن تتحرك باي شكل، بالتحرر بالبتاع ده. بص المشكله اللي اكرامي طرحها ان الدنيا كلها خانقه، وانت قلت نفس كده خانقه. الحكايه كلها ما فيش روشتات ولا في اي حاجه. انا لسه بقول لك يعني مصطفى محمد ده ينزل لتحت شويه ومحمد صلاح يخش لجوه، الكره تتلعب له نجيب كل ماتش 4-5 اجوان. طيب قول لي القصه دي القصه دي اللي لازم نتكلم فيها، مش اللي احنا بنتكلم هو بيلاعب يعلم الراجل بتاعك اللي انت بتقول عليه ده يروح على الجون ازاي، يخليه قاعد دبدان هناك. مين الراجل اللي بقول عليه ده؟ مين؟ اسامه فيصل. انت طب ما تقول لو انت مكسوف. ما انت اللي قلت مش عارف. طب بدال الدوري المصري احسن اسامه فيصل. اهلي مين اللي انت بتخش في ليفل، انت بتخش في حاره ثانيه. انا ماليش دعوه بالقصه دي. انا دلوقتي بتكلم عن كابتن شريف النادي الاهلي والزمالك ما عندهمش راس حربه ان مصري كويس. اللي هم الكوره ولا الثالث مين؟ بيراميدز. ليه برضه انت بتظلم منتخب مصر؟ لان اتحاد الكوره فاتح الاحتراف على البحري.
لازم يا جماعه، قلنا الموضوع ده 50 مره، يكون في نسبه من الاحتراف الداخلي بالخارجي. عندي 100 محترف، لازم لا يقل عن حوالي 30 محترف بره. طول عمر راس حربة النادي الاهلي هو راس حربة منتخب فين مصر. هو دلوقتي؟ مفيش. فين؟ الزمالك طول فين؟ عمر راس حربة نادي الزمالك هو راس 3 حربة، اجانب، 3 اجانب، الشارع 3 ولا اجانب. تربيته ده انت بتدفع ثمنه دلوقتي. مم. انت دلوقتي ما بتربيش، انت عندك ناس طالعه والكلام من ده، معرفش ايه، دخلهم والكلام، بس خلي عندك المبدا اصلا. ايوه. خلي عندك ليه الاهلي يا كابتن اكرامي محمد السيد، حسام عبد المجيد، ليه لعبت الزمالك؟ ليه لعبت الزمالك وخلاص؟ بص يا محمد، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ليه ما تتكلمش في الموضوع ده؟ ما انا هقول لك بس. حاجه طبعا كل الموضوع اكلمك فيه تقول لي مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ما انا هتكلم ما انا في إيه؟ بتكلم برضه. طب اتكلم. بقول انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع اوكي ده. هعديها لك، ماشي خلاص. في فرق بين مش عايز اتكلم ماشي. وما كنتش عايز اتكلم. ماشي. لان انا امبارح في الحلقه بتاعت امبارح الموضوع دوت اثير كتير جدا، حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وان النادي الاهلي عايزهم. مع احترامي طبعا، حسام عبد المجيد لعيب كويس، محمد السيد لعيب كويس، لكن هو السؤال محمد السيد بيلعب ايه؟ ديفندر في نص الملعب. ايوه. لو راح النادي الاهلي هيلعب على مين؟ انا مالي انت بتقول لي انا بسالك سؤال. زي انت امبارح برضو حامد حمدان اترد عليك، قال لك حامد حمدان دوت لو راح النادي الاهلي هيلعب على مين؟ طيب ما تقول مش كده؟ تقول للناس عندك. انا بسال، لا انا برد على الكلام بتاعك خلاص. انا اتفرجت على محمد السيد ده في مباراه واحده بس اللي ضيع فيها ضربه الجزاء. حلو. ماشي. حلو. وبعدين قصه محمد السيد مش عايز يجدد او مش عايز يمضي العقود، حسام عبد المجيد مش عايز يجدد، مش عايز يمضي العقود، مش عارف ايه، وبعدين اتقال امبارح ما في ناس مشيت من النادي الاهلي. لا، الناس اللي مشيت من النادي الاهلي مشيت بفلوس، ما مشيتش ببلاش. خلاص. وبعدين الناس اللي حتى اللي مشيت ببلاش، لا ده عملوا اسم وتاريخ في النادي الاهلي وعملوا اسم ليهم. فالنهارده لما يكون عايز يشوف مستقبله في حته تانية ماشي، لكن ولد صغير زي دوت يعني مش عارف، انا مستغرب. طب دلوقتي حمدي فتحي مشي من الاهلي واحتمال كبير يرجع على بيراميدز. لما يرجع هيحصل معاه بقى زي ما حصل مع رمضان؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يعني؟ مش فاهم. هو رمضان لما مشي من النادي ما يدخلش الاهلي يعني تاني؟ بالراحه بس. هو رمضان لما مشي كان على قوه النادي الاهلي؟ لا. بس الاهلي كان بيتفاوض معاه. بالراحه بس. احنا طب ما حمدي فتحي مش على قوه النادي الاهلي بس. طب ما هو ده السؤال بقى. ليه بقى؟ هو هيحصل معاه بقى زي رمضان ممنوع الدخول مره واحده. لحظه واحده بس. ما انت حمدي فتحي جبته لعبت بيه كاس العالم 10 ايام ومشي. ما فكرتش فيه تاني. صح. ليه؟ ما نجحش. طب خلاص. ما نجحش في التجربه دي، مش في تجربه الاهلي. ما نجحش في الكاس العالم، وممكن يكون مدرب. يعني ممكن برضه يكون مدرب لان هو كان ناجح مع النادي الاهلي. هو كان لعيب كواليتي كويس. انتوا اوريكم في المغرب دلوقتي. المغرب اوريكم في ايه؟ الايه؟ لا يا احمد مش عايزين نخش في لا ازاي يا كابتن المغرب ليه؟ اصل هي المنظومه انت ما عندكش راس حربه ليه يا كابتن؟ انا جيت هديك تجربه حراس المرمى. اما جيت حراس مرمى الاجانب في مصر عايز الغيها. بقيت اروح لقيت 13 حارس مرمى اجنبي. مين قصادهم؟ شريف فرن ما بيلعبش، وعصام فيسيون. شريف اكرامي ده في هولندا. فاين. والاخ الثاني عصام الحضري كان فيسيون. ما فيش حد، كله الباقي ايه؟ اجانب. مش لاقي حراس مرمى. كان برزيكي. لغيت قلت يا جماعه كابتن سمير انا موافق في حراس مرمى اجانب، بس على الاقل يكون نصهم زيهم مصريين بره عشان اقدر اختار لمنتخب مصر، لان بتجمع يومين وبلعب. هو دي المشكله النهارده. فلسطينيين، سوريين، 5 اجانب. طب ما انت هتجيب منتخب مصر ومين؟ ودلوقتي تريزيه بيرجع من بره و3 تحت السن، واجيب تريزيه من بره، وعايز ارجع مصطفى محمد من بره. شوف المغرب النهارده عبد عايز ارجعه من بره. السايد بتاع الاتحاد حمدي فتحي بتاع الاتحاد المغربي واحد يلعب مكان يا مهيب مكان عبد المنعم دلوقتي. حمدي فتحي احسن واحد يلعب في الحته دي. مهيب خش على السايد. يلعب سيرد حمدي فتحي. خش على السايد بتاع الاتحاد. خش على السايد جامد وفي نفس الوقت خش على السايد بتاع الاتحاد المغربي. العلاج بتاعك بتاع المكان ده دلوقتي يا كابتن شريف. خش على السايد بتاع الاتحاد المغربي 80 لعيب محترف. خش على نيجيريا 150 محترف. خش على السنغال وانت 2 زي ما حسام عملوا بنص وربع والكلام ده. يا جماعه ده حسام مش عايز افتح الاحتراف. حسام عايز ليفل. افتح الاحتراف. عايز 24 25. انت بتعمل دوري قوي. هي المنظومه مش صح في مصر. بس خلاص بقى عايز يلعب كاس العالم 24 سنه. وبعدين موضوع حراس المرمى اللي انت كنت بتتكلم عليهم ده، انا اكتر من 25 سنه ناديت لا ما ينفعش يكون في حراس مرمى. هدي لك مثال صغير. السعوديه فيها كام محترف في كل نادي؟ كتير بالله.
عدد تلتين الفرق. كتير. خلاص يعني اهل جده لما كان بيلعب بيراميدز كان في 8 محترفين و3 وطنيين. منتخب السعوديه فين؟ كاس العالم. بس دي بس مشكلة. السعوديه يا كابتن كانت عايزة تطوير كره القدم في السعوديه وقطر والامارات. فتحوا الاجانب وفتحوا عشان يعملوا جذب ويعملوا في نفس الوقت دوري قوي ويرفع مستوى الولاد اللي عندهم. انت عارف ان هو كان البحرين بيودي اللعيبه يلعبوا في انديه بيدفع لهم فلوس؟ البحرين واخد بالك. لكن انت هنا بتجيب اللعيب المصري تديله اضعاف اضعاف. وايه الارقام الكبيره اللي اللعيبه الاجانب بتاخدها في مصر؟ يا احمد منتخب السعوديه من 5-6 سنين كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي؟ منتخب السعوديه من 5-6 سنين او 7 سنين او 8 سنين كان قوي جدا. كان مش قوي جدا، ده كانت حاجه عظيمه. طيب خلاص فالنهارده ده بيحارب عشان يوصل. طيب ما كملتليش حته محمد السيد وحسام عبد المجيد والاهلي عايزهم. خلاص ما انا بقول لك انا شفت محمد السيد دوت في المباراه اللي هو ضيع فيها ضربه الجزاء. ما عجبكش؟ خلاص ولا عجبك؟ لا ما عجبنيش. مش هو المبشر بالنسبه للنادي. حسام عبد المجيد عجبك؟ لا ينفع. حسام انا قلت حسام لعيب حامد كويس. حمدان ينفع في النادي الاهلي؟ هيلعب مكان مين؟ طيب. هي دي القضيه. احمد عيد ينفع؟ احمد عيد مين؟ احمد عيد باك رايت. لا احمد انت ده انت مهيب. انت بتتكلم على نادي فيه لا يقل عن حوالي 400 ناشئ. وعمال افكر في بتاع ما ده برضه يا جماعه لازم نشتغل عليه. نادي كبير زي الاهلي ونادي تشتغل انت كمان. واحنا برضه واحنا عندنا برضه. وانا بقول لك اهو وانا بقول لك انا النهارده بتروح بتجيب من المقاولين وانبي وبتروح. انت محسسني ان انت من اتحاد الكوره. أيوة ما انا بجيب برضه. ما هو كله عايز الصفقات. باك رايت بتاع الزمالك. كله عايز الصفقات. الزمالك رجع، هو رجع للزمالك. لا ما في كلام الاهلي. انا قريت. عايز اقول لك حاجه ما تزعلش من نادي الزمالك النهارده. حسام عم بيجيب منين؟ من الناشئين. واخد بالك محمد السيد برضه من الناشئين. مين في النادي الاهلي طالع من الناشئين؟ خلاص النادي الاهلي بقى سيستم يعني هو عايز الناشئين عندك احسن من ناشئين الزمالك. لا انا بيهمني دلوقتي الفرق. انا بيهمنيش في الناشئين بيدوروا على البطولات تحت. انا بدور طلعت كام واحد في الفريق الاول. هي دي اللي يهمني. عايز تقول ايه؟ لا انا حامد حمدان ده كويس ويلعب. ليه بقى؟ عشان الزمالك عايزه. لا عشان انا بلعب كل 3 ايام ماتش وبلعب في كذا بطوله افريقيه وبلعب في محليه وبلعب في كاس عالم وبعمل حاجات كتير. اي لعيب في الكواليتي ده لو انا عرفت اجيبه اهلا بيه. بس ما تقوليش محمد السيد بقى. انت صريح. انا جدا. عايز مين من الزمالك؟ قول اللي في قلبك. هو انتوا عندكم لعيبه اصلا؟ مش عايز حد. انا عايز ادي الزمالك. هو انت بتقول لي انا ليه؟ عايز ادي الزمالك. اديله بالروح بالدم بالفلوس باي حاجه بس يقف على رجله الزمالك. انا من غير الزمالك انا مش عايز احنا من غير الزمالك ما ننفعش. ليه؟ كده يعني انت عايز انا ابقى انا وبيراميدز اللي بننطح في بعض وكم. انت ايه اللي دخل بيراميدز في الموضوع؟ انت مالك ومال بيراميدز؟ انا على طول بكسب بيراميدز. الاهلي ما بيكسبش بيراميدز. انت بيراميدز على طول بكسب بيراميدز. استنى بيقول ايه دخل على طول بكسب بيراميدز. الاهلي ما بيكسبش بيراميدز. خليك قابل يا معلم. خليك مع الاهلي والزمالك. ايوه بس الزمالك بيكسب بيراميدز على طول. الاهلي ما بيكسبش بيراميدز. مش فاهم انا. هو مين خد مكان النادي الاهلي دلوقتي؟ بيراميدز ولا الزمالك؟ هو اصلا الزمالك مش موجود على الخريطه. ازاي اذا كان لسه كاسب بيراميدز؟ ازاي مش موجود على الخريطه؟ ازاي مش موجود؟ احنا بنتكلم. انا بتكلم صح. لحظه بس لحظه. انت بتتكلم مين خد مكان مين؟ احسن افضل نادي في افريقيا بيراميدز. بالراحه بس. بالراحه. كابتن اكرامي بس يا كابتن اكرامي. يا كابتن اكرامي. فانا بقول لك الزمالك مش على الخريطه. كابتن اكرامي خريطتي ومش خريطتي. بس عشان احنا ايه دلوقتي الناس مع النادي الاهلي ناس زي الفل ودلوقتي الامور ماشيه كويس. يعني ايه الزمالك مش على الخريطه دي؟ على الخريطه. الزمالك على الخريطه وموجود على الخريطه. ما هو وضح اهو قال لك الخريطه السنه اللي فاتت. الافريقيه. عندك اكثر استقرارا في الفرقه. يعني الكونفدراليه مش حاسبها؟ الكونفدراليه هيلعب بيها كاس عالم؟ لا خلاص. هيبقى ليها دور بعد كده. هيلعب بيها انتركونتيننتال. هيبقى ليها تلعب دور. ايه؟ هيبقى ليها دور. انت بتتكلم على ايوه دور في ايه؟ يعني كان نفسك الاهلي يبقى افضل نادي في افريقيا؟ طبعا. انا عايز الزمالك ياخد الكونفدراليه. انا كنت حزين والله ان النادي الاهلي مش موجود. مين بقى مكان الاهلي؟ بيراميدز. طيب انت ما بتتكلمش عن بيراميدز. طلعت. انا بتكلم مكسوف تقولها؟ لا مش مكسوف. قول له يا كابتن شريف. طب هو مين على الخريطه في حفله اول امبارح من الانديه المصريه؟ مفيش. بيراميدز. بيراميدز كنادي كلاعيبه بس. فكله يبقى طبيعي. يبقى كله مش على الخريطه. يبقى كله مش على الخريطه. يبقى كله مش على الخريطه. كولر. يبقى كله مش على الخريطه. ما هو عشان بيراميدز يبقى على المنصه. لا كولر السبب يعني؟ وكولر ماله؟ مال كولر؟ كولر ماله؟ هو كولر
في مباراه سان داونز هنكتك. اللي خلاك تيجي. استنى بس يا مهيب، عايز هو يتكلم على لحظه واحده بس، يتكلم على نفسه. لحظه واحده بس. وتوفر اللي بعد هو كده. كولر السبب في ان في ماتش سان داونز في الدور قبل النهائي ان الكره تيجي في رجل ياسر ابراهيم وتخش ويتعادلوا بيها في اخر دقيقه. لا ده بيحصل كولر في انا الكورة. ممكن اجيب الجون اللي جبته ده واعزز الجون ده بجون واثنين وهم بيقولوا لك اكسبني في اي أسوأ وقت. ماتش طب أنا عايز كولر أسألك سؤال. ادارته مين للمباريات اللي مش بتاع سان داونز بس، من قبل سان داونز بجد. شريف عايزين نتكلم بعقلانيه، مش عايزين نتكلم كده فتوانا. طب ما انت عندك اللعيبه بتاعتك هي اللي مضيعه الاهداف. بالراحه بس، هي مش فتوانه، هي شكل ورؤيه للشكل الطبيعي اللي انت كنت لازم انت اللي تبقى متوج. حلو قوي. وانا بقول لك انا حزين النادي الاهلي ما كانش موجود، بس كده. وحزين النادي الاهلي ما خدش البطوله. في اسباب. خلاص. الاسباب ايه؟ ايه؟ ما نحملش المدرب الاسباب كلها، ما انت في عندك ده لعيبه هي اللي مصر كلها مضيعه. حملت المدرب. لا انا كاسوأ معلش. ماتش لعبه الاهلي في تاريخه، عمري ما شفت الاهلي بهذا السوء في استاد ده انت القاهره. تكسبهم هناك. هي اللعيبه ولا اتغيرت؟ ايوه إكرامي بس ما هو ده تكسبهم مدير هناك فني يا ده. إكرامي. بالراحه بس. اسوأ اداره فنيه للمباراه. انت المباراه الاولانيه عملت فيهم ايه هناك؟ عشان 0-0. خاطر بس هنفضل احنا دلوقتي لازم نتكلم لصالح الكره المصريه. شفت اجتماع مع السيد الوزير اول امبارح وهنا بريده على اساس ان هم عملوا الخريطه. يا جماعه افتح الاحتراف، لان دلوقتي الاجنده الدوليه على مستوى العالم كتير جدا. اللي دخل الاجنده الدوليه اللي احنا بنقوله ما ده. انا بحكي لك هو بقت الماتشات بتتجمع يومين وبتلعب مباراه. حسام أيوة. حسن اول اختبار. احنا بنتكلم في كولر يا فندم، ما هو ده، ما كل ده احنا عاملين نتكلم في اهلي وزمالك وبيراميدز. كان في بيراميدز. وكانت البدايه. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في الكره المصريه. تمام. لازم تعيد تخطيط الكره المصريه في فتح الاحتراف او قبل الاحتراف الداخلي. طيب الملحق الاوروبي. لا قبل بس الملحق الاوروبي. خلاص قبل الملحق الاوروبي بس عشان ما تاخدناش في دوكا. طب اتفضل. يعني انت برضو من ضمن البرامج خلاص اللي ما فردتش كتير قوي البيراميدز انها خدت احسن نادي وان مايلي احسن لاعب. ما انا قلت اقول ايه تاني قلت يعني. لا قلتها على يعني حاجه بسيطه. المفروض الشناوي احسن حارس والله. انا يعني اما بقول لك بيراميدز خد مكان الاهلي ده مش عاجبك وانت رافض. طيب اعمل لك ايه طيب؟ لا انت تدي له حقه بقى. ما هو ما انا بقول لك بيراميدز اخد مكان النادي الاهلي. لا ما خدش مكان النادي الاهلي. لا خد مكان الاسد. ما حدش ياخد مكان طب النادي. خلاص معلش. طيب كبوه وعدت. ايه؟ كبوه وعدت يعني بالنسبه للنادي الاهلي. غفله كده. ماتش وعدى. ماتش. طب ما المقاولين خد بطوله افريقيا قبل كده. اسمه ماتش وعدى، انما لسه مش حاسب الدوري بقى، لسه حاسب الدوري السنه اللي فاتت. هي كبوه يا شريف. ماتش مش يا عايزين. إكرام. واحمد ده الشناوي ماتش المفروض احنا ياخد احسن حارس. نكسبهم على ارضهم هناك يا زي ما احنا جماعه لازم عايزين. نكون صراحه مع نفسنا. ما هو ده الصراحه اللي ما انت ما بنقولها. كسبتهمش ليه هناك؟ يعني ما هي دي. يعني ما هي دي اللي انا بقول لك عليها. يعني وجود بيراميدز مكان النادي الاهلي كبطل تاني برضه في افريقيا كبوه وعدت. يعني كده هو عارض، يعني بيراميدز خلاها كده حاجه ظاهره ده وراحت. تصريح مهم جدا وخطير من الكابتن بقول لك يعني إكرامي. بيراميدز كده ظاهره وراحت. طيب يعني ظاهره وراحت. طب بقول لك ايه؟ ظاهره وهتروح. ان شاء الله. ظاهره وهتروح بيراميدز. ليه لا؟ اقول لك على حاجه، بلادي توريه اول ما تعور الظاهره راحت خلاص. ابراهيم ده اول ما غير بيراميدز لو فضل فرقته كده والاحلال والتبديل فيها حوالي 10 15% أسلم. هيبقى فيه متواجد ماشي على طول. خلاص مايل. أسلم. انا برضو مايل يا هفضل أسلم. ادافع عن النادي الاهلي وهفضل اقول النادي الاهلي نمره واحد. طبعا. وهفضل اقول النادي الاهلي بطل افريقيا والكلام ده. نتيجه لايه؟ ايوه نتيجه لتاريخه.